في حاجات كتير في حياتنا بتخلي الواحد يحس إن هو متكتف ومحبوس في أخطاء الماضي، كأنها وشم عليه كده ما بيروحش. حتى بعد التوبة بيفضل عايش في إحساس مستمر بالذنب. بس الحقيقة يا أبو حميد، اللي ممكن تغير حياتنا كلنا اللي إحنا بنتعامل مع رب ما يفتش في الماضي. لو رحت لربنا بقلب ندمان وتوبت بجد، يبقى خلاص الصفحة اللي فاتت دي اتقفلت، وربنا مش بيقعد يفتش وراك ولا بيعايرك بأخطائك القديمة. ربنا بيغفر بس انت مش مصدق. المشكلة ان الانسان نفسه مش بيعرف يسامح نفسه حتى لو ربنا سامحه. ممكن تبقى صليت واستغفرت وتبت، بس في صوت جواك بيقولك كل اللي انت عملته ده مش هينفع، انت وحش، انت مش هتستاهل المغفرة. بس هنا يا ابو حميد لازم تراجع نفسك، هو انت مصدق ربنا ولا لا؟ ربنا بيقول في القرآن: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما قالكش بعض الذنوب ولا الذنوب الصغيرة بس، لأ، ده كل الذنوب، بس بشرط: من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يعني القصة مش إنك تندم بس وخلاص، بس لازم تبدأ صفحة جديدة حتى لو كنت فاكر إنك ما تستاهلش، علشان ربنا بيحب التوابين. محدش مننا ملاك، كلنا بنغلط. البشر مش معصوم، حتى الصحابة كانوا بيغلطوا، بس الفرق ما بينهم وما بين غيرهم إنهم كانوا لما بيغلطوا كانوا بيرجعوا تاني لربنا. الفرق ما بين الإنسان الصالح والإنسان اللي مش صالح مش إن هو ما عندوش ذنوب، الفرق إن هو بيغلط بس ما بيخليش الشيطان يخش له ويفضل يزن عليه ويفكره بالماضي ويقنعه بقى إن هو فاشل وما ينفعش يتوب. بص يا أبو حميد، طول ما أنت عايش الفرصة لسه موجودة، وربنا دايما فاتح بابه للناس. في ناس ممكن تقعد تفكرك بالماضي بتاعك، تقعد تعايرك بكل غلطاتك القديمة، بس لازما ساعتها تعرف حاجة واحدة: الناس دول مش ربنا. الناس بتحكم بالمظاهر وبتنسى ان كل بني ادم ليه رحلة خاصة مع ربنا. يعني من الاخر ما تقعدش تفكر هما شايفينك ازاي ولا هما بيقولوا عني ايه، فكر بس ربنا شايفني ازاي. محدش في الدنيا ديت معاه مفتاح الجنة علشان يجي يقولك انت هتدخل الجنة ولا هتدخل النار. اللي بينك وما بين ربك هو الأهم. ابدأ من جديد، ما تخليش حاجة توقفك. ولو حاسس انك مليان ذنوب وان الماضي مسيطر عليك، خد قرار دلوقتي وابدأ صفحة جديدة. ما تخليش الماضي ده سجن ليك. سيب الماضي ورا ظهرك وتأكد ان ربنا مش هيفتح الملفات القديمة. انت ما انتش مذنب، انت شخص جديد كل يوم. خد الخطوة ناحية ربنا وهتشوف بنفسك الفرق.